النهارده اعرفك ازاي اقوت اعصابي وقبضه ايدي، لان طبعا شغلي كله علاج طبيعي وتمارين بالايد، وببقى قدوه للمريض. المريض بيبص لك هل فعلا انت قادر تعمل معاه التمارين ولا ايدك بترعش وضعيفه. ده غير طبعا قوة الايد دي بحتاجها في الجيم، اني عاوز اشيل اوزان اعلى وعايز اعصابي تبقى قوية كده. وبما انك فتحت الفيديو ده فالموضوع ده يهمك انت كمان، ان اعصابك تبقى قوية وتقدر تشيل اوزان اعلى وتقدر تسلم على حد وايدك تبقى اعصابك حديد كده. فالنهاردة ان شاء الله هعرفك كل حاجة انا عملتها لتقوية اعصاب ايدي، والعلم بيقول ايه يعني، وايه افضل الاكلات اللي مدتني بالعناصر الغذائية المهمة جدا لتقوية الاعصاب، وايه افضل التمارين اللي بتقوي الاعصاب عموما وبتقوي اعصاب الايد بالذات، وايه افضل المكملات الطبيعيه اللي ممكن تلجأ لها تساعدك في الموضوع، بحيث الموضوع يكون شامل. هديك علم وتجربه وخبره، فلو طبقت كل اللي هنقوله ده اوعدك ان شاء الله انك هتلاقي نتيجه عظيمه جدا، واعصابك هتبقى اقوى بكتير جدا، وقبضه ايدك هتبقى فولاذيه ان شاء الله. وفي اخر الفيديو ده هنفتح السحب لشخص هنتابع معاه النظام الغذائي مجانا، نظام مخصص ليك تمام، نظام تمارين مخصص ليك، واستشارات طبيه مجانا لمده شهر ان شاء الله. وكمان تقدر تشترك معانا بخصم 75% بمناسبه الجمعه البيضاء تمام، على رقم التواصل بتاع الواتس ده. تواصل معانا واتس وهنتابع معاك ونعرفك كل العروض المتاحه حاليا ان شاء الله. علشان اقوي اعصابي كان اول جانب لازم اهتم بيه وهو التغذيه، اني اهتم ببعض الفيتامينات والمعادن اللي بتاثر بشكل اساسي على صحه الاعصاب، واهمها فيتامين بي 6 وبي 12 والمغنيسيوم والبوتاسيوم تمام. وعلشان احصل على فيتامين بي بانواع المختلفه دخلت في نظامي الغذائي افضل المصادر ليه، وهي البيض والاسماك والحبوب الكامله. اما البوتاسيوم والمغنيسيوم فافضل المصادر ليهم هو الموز، المكسرات والافوكادو. انا طبعا دخلت موز ومكسرات يبقوا اساسي في يومي. الموز كنت باخده قبل التمرين صباحا تمام، والمكسرات كانت سناك في نص اليوم، بتفرق بشكل كبير جدا معاك. كانت طبعا الفواكه المختلفه الاخرى والخضروات الورقيه مهمين جدا، لانهم بيحتوي على مضادات اكسده قويه بتساعد على حمايه الاعصاب من التلف، وبتحسن التعافي والاستشفاء للعضلات، وده مهم جدا طبعا في رحلتك لتقويه الاعصاب. تاني حاجه عملتها وهي التخلص من التوتر والضغط العصبي، لان الضغط العصبي زي ما هو معروف من اسمه انه بيأثر بشكل كبير جدا على صحة الجهاز العصبي في الجسم. فبدأت اعمل تمارين تنفس عميق، انك تاخد نفس عميق وتغمض عينيك كده وتتامل وتطلع النفس زفير ببطء خالص تمام. تعمله 7 مرات كده وتامل واسترخاء تمام. بجانب النوم البدري والاستيقاظ البدري، يعني تنام 7 ساعات وتنام بدري وتصحى بدري، هيفرق معاك بشكل كبير جدا في التخلص من الاجهاد والتوتر والضغط العصبي. بجانب طبعا الراحه، ما تاخدش حياتك كلها ضغط في ضغط في ضغط. الراحه بتفرق بشكل كبير، انك تاخد فترات راحه كده وما تحسش ان انت طول الوقت مجهد ومضغوط وما عندكش وقت والحياة كلها بتجري عليك. اوقات الراحه عظيمه جدا وبتساعد على تهدئه الاعصاب والاستمتاع بالحياه، فده اصلا جزء مهم جدا لحياتك مش لتهدئه اعصابك بس. تالت حاجه عملتها وهي انك ما عملتش لايك للفيديو ده لسه عشان يوصل لغيرك وتفيد اكبر عدد من الناس، لان طبعا الدال على الخير كفاعله. انت ما بتشير الفيديو ده او بتعمل لايك للفيديو ده او بتكتب تم وتساعد ان الفيديو ينتشر، انت بتاخد ثواب الفيديو ده تمام. الدال على الخير كفاعله. فاعمل لايك للفيديو ده، اعمل يلا لايك، واعمل اشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد اول ما ننزله. في طريق لتقويه الاعصاب وتقويه قبضه ايدي حصل لي التهابات في اوتار الايد من كتر التمارين والضغط عليها، ان انا كنت بتمرن 6 ايام ومرتين في اليوم، فكنت بتمرن كتير حقيقي. فحصل لي التهاب في اوتار اسمها التنس البو، الاصابه اسمها تنس البو، كنا عاملين عنها فيديو تمام. دي التهابات في الاوتار بتوصل من الكوع كده الاوتار بتاعت الايد، واسمها تنس البو بالمناسبه عشان هي بتحصل للعيبه التنس من كتر ما هم بيتمرنوا على بايديهم كتير بيحصل التهابات. ولما بنبدا نعمل تاهيل للاصابه دي ونرجع لوضعنا الطبيعي، ايدك بتكون اقوى بشكل كبير جدا، تقدر تمارس عليها بشكل كبير جدا. وده اللي انا عاوزه منك. انت لو اتصبت او حصل لك اي حاجه ما تقولش لا دي مش سكتي وخلاص مش هتمرن. لو كل المحترفين اول ما يتصابوا كانوا يحبطوا ما يكملوش، ما كنتش هتلاقي محترف واحد على وجه الارض تمام، لان كل المحترفين بيتصابوا. اسمها تنس البو اصلا، يعني هي بتحصل ل 95% من لعيبه التنس. طول ما هو عمال بيتمرن كده في الاول بيحصل التهابات في الاوتار دي، عشان الاوتار دي تبدا تقوى وتتخن كده وتتحمل المجهود الزياده عليه تمام.
فما تخليش الاصابه توقفك. انا الاصابه خلتني اقوى من الاول وبشيل اوزان اعلى بكتير من الاول، والحمد لله ايدي بقت كويسه ومبقتش محتاجه البس لها اي حاجه في التمرين. وقبل ما اتكلم عن التمارين اللي تقوي الاعصاب وتديك قبضه فولاذيه حديديه، محتاجين نعرف بعض الاسباب المرضيه اللي بتاثر بشكل مباشر على الاعصاب وبتعمل ضعف في الاعصاب، عشان لو عندك اي مشكله مرضيه منها اول ما تعالجها اعصابك هتبقى تمام ان شاء الله. وطبعا اول مشكله لازم نذكرها وهي مرض السكري، تمام، لان السكر بيأثر على الاطراف، تمام، بيأثر على الايد والرجل، بيسبب تنميل، بيسبب ضعف في الاعصاب، وده مرض بيعرف باسم الاعتلال العصبي السكري. فانت لو عندك السكر فمحتاج تظبطه وتتابعه باستمرار، واول ما تظبط السكر هتلاقي الموضوع ده فرق معاك بشكل كبير جدا. تاني سبب وهو الانزلاق الغضروفي العنقي، تمام، ان الغضروف هنا يبدا ينزلق ويبدا يضغط على العصب اللي بيوصل للايد، فيبدا يعمل لك تنميل، يبدا يعمل لك وغز، يبدا يعمل لك حرقان، ضعف في الاعصاب، تمام. فكنا عاملين عنه فيديو بالتفصيل. فانت لو في عندك وجع في رقبتك مع ضعف في ايدك ففي الغالب ده بسبب رقبتك، شوف الفيديو هحطه لك تحت في الديسكريبشن وابدا اعمل التمارين بتاعته وحسن الموضوع من رقبتك، ايدك هتبقى تمام وزي الفل. ثالث سبب وهو ضعف العضلات بسبب الاصابات المباشره زي الجروح والكدمات والكسور، تمام، وفي سواء في الايد او في الكتف. يعني هتقول لي ده طب الايد معروفه حصل لي اصابه جرح ولا كدمه فيها فايديا ضعيفه وبترعش، طب الكتف ايه علاقته؟ هقول لك الكتف ده هو الثبات، هو اللي بيثبت اصلا الايد. يعني انا عشان اعرف اثبت ايدي كده واشيل بيها اوزان، لو الكتف ده ضعيف ومش قادر يثبت ايدي هترعش بس بسبب الكتف، تمام. فمحتاج برضو في طريقك لتقويه اعصاب ايدك انك تقوي عضلات الكتف، لان دي اللي بتقوي الثبات وتخلي ايدك ما ترعش، تمام. فهعرفك ده كله ان شاء الله، وهعرفك تمارين تقوي ثبات الجسم كله. هنبدا بثبات الجسم، الكور بتاع الجسم، هنبدا بثبات الكتف، وهنعمل ثبات للمعصم وتقويه الايد باذن الله كمان. التمرين ده من افضل التمارين اللي هتساعدك في تقويه عضلات الريست وتحسين قوه القبضه والوقايه من الاصابات وتحسين الاداء الرياضي وتحسين التوازن العضلي. تمرين الهامر كيرل هو تمرين ممتاز جدا لتحسين القبضه والقوه الوظيفيه، وتمرين ممتاز لتقويه عضلات الذراع. فدايما خلي التمرين ده اساسي في تمرينتك، هيفرق معاك كتير جدا في تقويه عضلات ايدك. التمرين ده من اهم التمارين اللي بتدعم استقرار الكتف وبتمنع الاصابات، ولازم تضيفه في تمرينتك دايما. تعمل منه 10 عدات وتريح، 10 عدات وتريح، 10 عدات كمان، يعني 30 عد. انك تتعلق في العقلة ده من افضل التمارين اللي هيقووا قبضة ايدك وهيجيبوا المدى الحركي للكتف وهيعملوا اطالة للعمود الفقري كله. فالتمارين ده عظيم جدا، وابدأ اضيفه. اتعلق في العقلة على قد ما تقدر، وابدأ زود بالتدريج المدى بتاعك. يعني عادي ما تبدأ ب5 ثواني، بعد كده 7 ثواني، بعد كده 10 ثواني، لحد ما توصلها لدقيقة. تمرين السايد بلانك هو احد التمارين الفعالة لتقوية عضلات الكور الاساسية وتحسين التوازن والثبات. هو بيستهدف عضلات البطن الجانبية، وبرضه هيخليك تقوي عضلات الكتف وعضلات المعصم عشان تقدر تثبت في الوضع ده، وهتلاقي ايدك بدأت تقوى معاك بشكل كبير جدا. هتعمل التمرين بالشكل ده وتشد جسمك وتحاول تخليه مستقيم على قد ما تقدر، وتثبت لمدة دقيقة لو قدرت، ولا ترفع وسطك كده ولا تنزل وسطك تحت خالص. خلي جسمك مشدود بالشكل ده واثبت فيه على قد ما تقدر، حاول توصل لدقيقة. التمارين دي هتفرق معاك بشكل كبير جدا في تقويه اعصاب جسمك كلها والقبضه الفولاذيه، تمام. وبجانب التمارين دي بقى عاوزك تتعرض لاشعه الشمس. يعني الشمس كده الدافيه الصبح كده على الساعه 10 الصبح او يعني على العصر كده، الشمس ما تبقى خفيفه، تاخد فيتامين د عظيم جدا، مهم جدا في صحه الاعصاب. بجانب طبعا زي ما قلنا النوم مهم جدا، بجانب الماء، الميه مهمه جدا، والجفاف بيأثر على الاداء بتاع العضلات واداء الاعصاب. فمحتاج تشرب على الاقل 3 لتر ميه، ولو في التمرين تاخد معاك لترين ميه، تشرب ميه في التمرين، هيفرق في ادائك بشكل كبير جدا، تمام. الكافيين كتير، الكافيين الكتير ده تقلله شويه، لان الكافيين الكتير بيسبب الضغط العصبي، وده بدوره بيأثر على الجهاز العصبي. فحاول تقلل الكافيين. يعني انا بسمع عن ناس تقول لي والله انا باخد 7 كوبايات في اليوم، ارقام غريبه. يعني اخرك 3 كوبايات لو انت مفتري. الطبيعي تاخد كوبايتين قهوه وكوبايه شاي ولا كوبايتين شاي زي الفل وكفايه جدا، لكن اكتر من كده حرام عليك صحتك. ما انت لازم تبقى عندك ضغط، ولازم يبقى عندك اجهاد، ولازم يبقى عندك توتر بسبب الكافيين الكتير ده، تمام. فحاول تقلل الكافيين شويه وما تشربوش بالليل.
علشان ما يأثرش على صحة النوم، وتعرف تنام بدري وتصحى بدري وتحقق كل الخطوات اللي احنا قلناها دي وتوصل لأعصاب حديدية بإذن الله تعالى. وبكده نبقى عرفناك كل حاجة للحصول على أعصاب حديدية. ودلوقتي جه فترة السحب للشخص اللي هنتابع معاه النظام الغذائي ونظام التمارين واستشارات طبية لمدة شهر مجانا. فكل اللي تعمله عشان تدخل السحب ده انك تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتعمل اشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد اول ما ننزله، ولازم تكتب تم في كومنت. تمام؟ الثلاث خطوات دول بننزلهم على برنامج وبيختار لنا شخص عشوائي يفوز معانا بالسحب، واخر الفيديو الجاي هنعلن نتيجة السحب الجديد ان شاء الله. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام عليكم.